السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأولياء الأمور اللي بيتابعونا على قناتنا، وأهلا بحبايبي طلاب الصف الرابع. احنا النهاردة هنشرح آخر درس في الوحدة الأولى اللي هو الدرس الخامس، بيتكلم عن رموز بلدي. طبعا اللي ما شافش الدروس اللي فاتت هسيب لكم كل اللينكات بتاعة الدروس الوحدة كلها في التعليقات أو في صندوق الوصف، علشان برضو اللي ما شافهاش يشوفها. طب درسنا النهاردة اللي هو الدرس الخامس بيتكلم عن رموز بلدي. احنا كلنا عايشين في دولة مصر. دولة مصر ايه الرموز اللي بتعبر عن الدولة بتاعتنا؟ زي مثلا العلم. علم مصر ده انت بتلاقيه موجود في كل مكان. طب العلم ده هو رمز لدولة مصر. طبعا لكل دولة بيبقى لها علم خاص بها، يعني احنا عندنا علم مصر غير علم السعودية غير علم لبنان. طب كل علم بيبقى ليه ألوان، تلاقي كل علم كده متلون بألوان. الألوان دي مش مجرد ألوان وخلاص كده احنا بنلون بها العلم، لا، ده كل لون في العلم ده ليه معنى معين. طب لما اجي اقول لك يعني ايه علم؟ علم يعني رمز بتتخذه كل بلد، يبقى كل بلد بتتخذ لنفسها رمز ليعبر عن ايه؟ ليعبر عن تاريخها. يبقى احنا علم بتاعنا ده بيعبر عن تاريخ مصر وتراثها، الحاجات الموجودة عندنا في مصر، ولكل جزء فيه معنى خاص بيه. ما المقصود بالعلم تاني؟ هو رمز يتخذه كل بلد ليعبر عن تاريخها وتراثها، ولكل جزء فيه معنى خاص بيه. طب العلم بتاعنا اللي هو علم مصر، لما اجي اقول لك علم مصر بيتكون من كام لون؟ هتقول لي 3 ألوان. طب ايه هما ال3 ألوان زي ما انتوا شايفينه كده في الصورة اللي قدامكم؟ الأحمر والابيض والاسود. طب ايه اللي جوه العلم جوه ده؟ في حاجه كده رسمه جوه العلم، دي النسر. يبقى بيتوسط العلم النسر، والنسر ده لونه اصفر ذهبي. بس لما يجي يقول لك يتكون علم مصر من كام لون، هتقول لي 3 ألوان، احمر وابيض واسود. طب كل لون في العلم ده ليه معنى معين. اللون الأحمر، ليه لونا العلم باللون الأحمر؟ لأن اللون الأحمر ده بيدل على النضال ودماء الشهداء اللي هو الشهيد. يبقى ده من ايه؟ من أجل ايه؟ من أجل الحرية. يبقى احنا عايزين مصر لما بنيجي نحارب اللي هم الشهداء مصر، طبعا اللي هو لون الدم. يبقى اللون الأحمر بيدل على النضال ودماء الشهداء من أجل الحرية. طب اللون الأبيض يا مس معناه ايه؟ معناه السلام. السلام يعني مفيش حرب خالص. طب اللون الاسود ده بيدل على ايه؟ بيدل على الظلم اللي تعرضت ليه مصر في فترات الاستعمار. طبعا مصر تعرضت لفترات كبيرة جدا من الاستعمار اللي هو الاحتلال، يعني مصر يعني كل شوية كان بيجي حد يحتلنا، فعشان كده عانت فترات طويلة جدا من الاحتلال او الاستعمار. فاللون الاسود ده معناه كده. يبقى الاحمر معناه النضال ودماء الشهداء من اجل الحرية، والابيض معناه السلام، والاسود معناه الظلم الذي تعرضت له مصر في فترات الاستعمار. طب احنا قايلين لسه دلوقتي ان العلم ده جواه رسمة كده، الرسمة دي اللي هي النسر. النسر ده بيتوسط العلم. طب النسر ده لونه ايه؟ لونه اصفر ذهبي. والنسر ده اخذوه من نسر اللي هو نسر صلاح الدين الايوبي، وكان بيرمز الى ايه؟ انا عايزه اعرف احنا راسمين النسر ده ايه الرمز بتاعه؟ بيرمز الى ايه او معناه ايه؟ معناه او بيدل على قوة مصر وعراقة حضارتها. يبقى دي بالنسبة لكل لون من الوان مصر عرفنا معناه ايه. طب احنا عارفين علم مصر، ميجي يقول لك اين تجد علم مصر؟ علم مصر دي بتلاقيه يعني موجود في اماكن كتير. يبقى احنا اتفقنا العلم ده رمز للدولة، بيرفع في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمواقع السياحية، وتلاقي مثلا اي مؤتمر او اي اجتماع تلاقيه موجود جنبك كده علم مصر. وسائل النقل، اي مكان اي حاجة انت بتركبها وسيلة نقل، زي السفن زي الطائرات، بيبقى موجود عليها ايه؟ علم مصر. المدارس اللي هي المؤسسات الحكومية اللي احنا قلنا عليها، بتلاقي المدرسة فيها ايه؟ فيها علم مصر. يبقى اي مكان لما بتيجي تروحوا بتلاقي علم مصر موجود فيه، اي مؤسسة حكومية او اي وزارة او اي وسائل نقل زي السفن والطائرات، اي مؤتمرات او اجتماعات بتلاقي معلقين كده علم مصر. يبقى يوجد علم مصر في معظم انحاء مصر في الحاجات اللي احنا قلنا عليه. وقلنا العلم ده رمز لايه؟ رمز لدولة مصر.
طب انا عايزه اعرف احنا واجبنا ان احنا لازم نحترم العلم. انت كواجبك لازم تحترم علم مصر، لان علم مصر ده واجب وطني من اللي هي الواجبات المفروض عليك اتجاه وطنك، ان انت تحترم علم بلدك. ليه؟ لانه رمز للدولة دي، العلم ده بيرمز للدولة بتاعتك، عشان كده لازم تحترمه. طب احنا في مادة في الدستور ده بيبقى فيه مواد كتير، كل مادة بتنص على حاجة معينة. في مادة في الدستور ده بتقول ان اهانة العلم جريمة بيعاقب عليها القانون. في دستور بتاعنا اللي هو عملناه سنة 2014 في مواد كتيرة جدا. المادة دي رقمها كام في الدستور ده؟ 223. المادة دي بتقول ايه؟ مهمة اوي النقطة دي. بتقول ان اهانة العلم جريمة يعاقب عليها القانون. يبقى احنا واجب علينا ان احنا نحترم ايه؟ نحترم العلم، لان احنا لو ما احترمناش العلم دي جريمة بيعاقب عليها القانون. يبقى ما اجي اقول لك بما تفسر احترام علم الدولة واجب وطني، ليه؟ لانه رمز للدولة. طب ايه الدليل على احترامنا للعلم؟ ايه في مادة فين؟ مادة في الدستور، المادة دي رقمها كام؟ 223، بتؤكد ان اهانة العلم دي جريمة يعاقب عليها القانون. طب احنا عندنا طبعا كلنا عارفين لما بنيجي نروح المدرسة وبنحيي العلم، طبعا كلنا بنقول نشيد، اللي هو النشيد الوطني لمصر، وكلنا عارفينه اللي هو بلادي بلادي. يبقى النشيد الوطني بتاعنا بلادي بلادي. طبعا النشيد ده من ضمن الحاجات اللي بتعتبر رمز للدولة بتاعتنا إضافة للعلم. طب النشيد الوطني ده مين اللي كتبه؟ اللي كتب الكلمات بتاعة النشيد ده اللي هي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، طبعا اللي هو الشاعر محمد يونس القاضي زي ما انتوا شايفينه في الصورة دي. يبقى اللي كتب كلمات العلم ده محمد يونس القاضي. طب امال مين اللي لحنه، اللي عمل الموسيقى بتاعته؟ اللي هو سيد درويش. يبقى في عندك اللي كتب كلمات واللي لحن اللي عملها موسيقى. يبقى اللي كتب الكلمات محمد يونس القاضي، واللي لحنه الفنان سيد درويش. يبقى انت عندك حاجتين بيعبروا عن الدولة بتاعتنا، رمز من رموز الدولة زي العلم والنشيد الوطني. طب في سلوكيات مفروض انت واجب عليك تعملها عشان تحترم العلم المصري. ايه هي السلوكيات دي؟ مفروض انت لما تيجي تحيي العلم اقف باحترام اثناء تحية العلم، ومفروض احافظ عليه. ما اجيبش العلم واقعد اكتب على العلم او اقعد ارسم عليه، دي طبعا من السلوكيات اللي المفروض ما اعملهاش. عدم لمسه للارض، ما اجيبش العلم وارميه في الارض، او مثلا ابتله بالميه، احط على ميه. ما اجيبش كمان العلم واقطعه امزقه او احرقه، يبقى انت كده بتهين العلم. يبقى مفروض ايه السلوكيات اللي بتعبر عن احترامك لعلمك؟ اول حاجة الوقوف باحترام اثناء تحية العلم والمحافظة عليه، عدم الكتابة او الرسم عليه، عدم لمسه للارض او ابتلاله بالماء، عدم تمزيقه او حرقه. يبقى انا دلوقتي اتكلمت اول حاجة في درسنا النهاردة، انا في عندي رموز بتعبر عن الدولة بتاعتي، زي العلم دي رمز لكل دولة لها علم خاص بها، ولكل دولة بيبقى فيها العلم ده في الوان، كل لون ليه معنى معين. عرفنا كمان ان العلم ده لازم نحافظ عليه ولازم نحترم العلم بتاعنا، لان هو لو اهنا العلم دي جريمة بيعاقب عليها القانون. وعرفنا ايه السلوكيات اللي المفروض نعملها. عرفنا كمان ان النشيد الوطني دي رمز من رموز الدولة. طب تعالوا بقى نتكلم عن الجزء الثاني من الدرس، وهي شعار محافظتي. انت طبعا لكل واحد عندنا كل واحد فينا عايش في محافظة مختلفة عن التاني. طب احنا اخدنا قبل كده ان محافظات مصر كم محافظة؟ 27 محافظة. طب شعار محافظتي، بالنسبة لشعار انا عايز اعرف شعار محافظتك ايه. يعني ايه كلمة شعار؟ شعار دي يعني راية او رمز، زي ما الدولة لها رمز اللي هو العلم، برضو المحافظة بيكون لها رمز. رمز يعني حاجة بتعبر عن المحافظة دي، بتبقى رسمة او شعار خاص بيها. لكل محافظة بيبقى لها شعار كده، رسمة بيبقى ايه خاصة بالمحافظة دي. يبقى ما اجي اقول لك يعني ايه شعار؟ يعني راية بتتخذها المحافظة رمز لها. يبقى الشعار دي رمز لمين؟ رمز للمحافظة. طب اما للعلم دي رمز لمين؟ رمز للدولة.
تاني يبقى في فرق ما بين العلم والشعار. طب يعني ايه شعار؟ يعني رايه بتتخذها او رمز بتتخذه المحافظه، ايه رمز لها، بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن نشاط سكانها. السكان دول بيشتغلوا بايه؟ زراعه، صناعه، تجاره، صيد اسماك، اي حاجه، اي نشاط او اي عمل بيشتغله الانسان. طب او بيعبر عن جزء من تاريخها. طب ايه مثل الفرق ما بين العلم والشعار؟ انا لسه قايله دلوقتي ان العلم ده رمز للدوله بيعبر عن تاريخها وتراثها، امال الشعار دي رمز لمين؟ رمز للمحافظه بيعبر عن نشاط سكانها او جزء من تاريخها. يبقى العلم رمز للدوله، اما الشعار رمز للمحافظه. طب انا عايز اعرف شعار محافظه القاهره. احنا طبعا ذكر لك في الكتاب شعار محافظه القاهره لان القاهره هي عاصمه مصر. طب الشعار زي ما انتم شايفينه في الصوره كده هتلاقوا فيها رموز كتيرة جدا. دي الشعار، دي الرسمة بتاعت محافظة القاهرة. هتلاقي فيها جامع اسمه الجامع الأزهر الشريف، وتحت الجامع مكتوب كلمة القاهرة، وورا الجامع ده في شمس ساطعة خلف الجامع الأزهر. الشمس ده معناها ان الإسلام يعني منتشر في العالم كله. يبقى ما يجي يقول لك شعار محافظة القاهرة بيتكون من عدة رموز زي الجامع الأزهر الشريف. الجامع مكتوب كلمة القاهرة مكتوبة فين؟ مكتوبة في قاعدته يعني تحت، يبقى تحتها كلمة القاهرة ووراها شمس ساطعة ورا الجامع الأزهر. معناها ايه الشمس دي؟ معناها تدل على أنها منارة الإسلام في العالم أجمع. طب أنا يا مس لازم أعرف شعار كل المحافظات؟ لا طبعا مش لازم تعرف شعار كل المحافظات. أنت المفروض تعرفه شعار محافظة القاهرة لأنها عاصمة مصر، وشعار محافظتك أنت. يبقى لازم تعرف شعار محافظتك انت، وانا عامله فيديو خاص بشعار كل محافظه. يعني اللي عايز يعرف كل محافظه شعارها ايه هيدخل على الفيديو ده هيلاقي المحافظه بتاعته هيعرف شعارها ايه. يبقى انا دلوقتي عرفنا الشعار. لو الرسمه اللي انتوا شايفينها دي رسمه شعار محافظه القاهره، يبقى انا عرفت دلوقتي ان كل محافظه من محافظات مصر لها شعار خاص بها، وانا عندي 27 محافظه يبقى انا عندي 27 شعار. الفرق ما بين العلم والشعار ان العلم دي رمز للدوله، اما الشعار رمز للمحافظه. شعار محافظه القاهره بيتكون من ايه؟ بيتكون من جامع ازهر ومكتوب تحته كلمه القاهره ووراه شمس. الشمس دي معناها ايه؟ معناها تدل على منارة الإسلام في العالم أجمع. قلنا هنحفظ كم شعار؟ هم 2 بس. لازم تعرف شعار محافظة القاهرة اللي أنا أخدته دلوقتي، وشعار محافظتك أنت من محافظة إيه؟ لازم تعرف الشعار بتاعك إيه. تمام؟ فهمتم؟ وزي ما قلت لكم الفيديو اللي هو خاص بشعار كل محافظة هسيب لكم اللينك برضو علشان تقدروا تدخلوا وتشوفوه. طب كده انا عرفت ان المحافظة ليها شعار. طب المحافظة ليها حاجة كمان اسمها العيد القومي للمحافظة. احنا بنحتفل، كل محافظة لها عيد. عيد يعني ايه؟ عيد يعني انا بحتفل، لما يبقى في عيد بنحتفل وبنعمل زينة وبنزين الشوارع وكل الحاجات دي. برضه هي المحافظة لها عيد؟ ايوه، لكل محافظة من محافظات مصر لها عيد اسمه العيد القومي. يبقى العيد القومي ده موجود في كل محافظة من محافظات مصر، بيرتبط بحدث تاريخي، حاجة تاريخية حصلت في المحافظة دي، فخلوا اليوم ده سموه اللي هو العيد القومي للمحافظة باليوم اللي حصلت فيه. لو حصل مثلا حاجة تاريخية في اليوم ده فاليوم ده اسمه العيد القومي للمحافظة. طب او ذكرى مهمة، حاجة جميلة مرت بها المحافظة، فاخترنا اليوم ده ليه؟ اخترنا اليوم ده علشان اليوم ده بيرتبط بحدث تاريخي او ذكرى مهمة مرت به المحافظة. يبقى لكل محافظة من محافظات مصر لها عيد اسمه العيد القومي احنا بنحتفل بيه. كل محافظة لها عيد في يوم معين. طب العيد ده مرتبط بايه؟ مرتبط بحدث تاريخي، حاجة تاريخية حصلت في اليوم ده او ذكرى مهمة مرت بيها المحافظة، فعشان كده قلنا عليها العيد القومي للمحافظة. طب انا برضو هتكلم عن محافظة القاهرة. محافظة القاهرة بيحتفلوا بالعيد القومي بتاعها يوم ايه؟ يوم 6 يوليو، يوم 6 يوليو، 6 اللي هو يوليو شهر 7، يبقى من يوم 6 من شهر 7 اللي هو شهر يوليو محافظة القاهرة بتحتفل بالعيد القومي بتاعها. طب مش معنى اليوم ده بالذات اختارته عشان يبقى العيد القومي بتاعها؟ لأن اليوم ده في واحد اسمه جوهر الصقلي. جوهر الصقلي ده شخص جه هنا مصر وهو اللي بنى لنا مدينة القاهرة، هو اللي خلى مصر عاصمتها القاهرة.
علشان كده مصر من ساعة جوهر الصقل دي وهي عاصمتها القاهرة لحد دلوقتي. احنا قايلين قبل كده ان مصر عاصمتها القاهرة منذ فترات طويلة جدا لحد دلوقتي، وهي اسمها القاهرة من امتى؟ من ساعة القائد جوهر الصقل دخل مصر وبنى لنا مدينة القاهرة. دي كانت سنة كام؟ 969. امتى ده؟ كان يوم 6 يوليو. علشان كده احنا بنحتفل في محافظة القاهرة بالعيد القومي يوم 6 يوليو، لان هذا اليوم بيوافق ان جوهر الصقل وضع حجر الاساس، يعني بنى لنا في اليوم ده مدينة القاهرة، ودي كان سنة 969. طب ايه اللي المفروض نعمله علشان نحتفل بالعيد بتاعنا؟ اي احتفال اي عيد عشان نحتفل بيه المفروض نعمل ايه؟ اليوم ده بتلاقينا بنزين ونجمل الشوارع المحافظة، بنعمل مهرجانات واحتفالات ومسابقات، بنفتح مشاريع جديدة. المحافظ ساعتها اللي هو خاص بالمحافظة بيفتح مشاريع جديدة عشان يخدم أبناء المحافظة، عشان يقضي على البطالة، يوفر فرص عمل للشباب. في اليوم ده كمان بنرفع رمز بلدنا اللي هو علم ايه؟ علم مصر، مش علم مصر بس، وشعار المحافظة. يعني في اليوم ده برفع علم مصر اللي هو رمز للدولة بتاعتي، وبرفع شعار المحافظة اللي هو رمز للمحافظة بتاعتي فوق أي مبنى حكومي. يبقى دي اسمها مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ان انا بزين واجمل الشوارع المحافظة، وبعمل مهرجانات واحتفالات، وبنفتح مشاريع جديدة، وبنرفع علم مصر وشعار المحافظة. دي درسنا النهاردة. يبقى انا في الدرس بتاعنا النهاردة وضحنا اول جزء، عرفنا علم مصر اللي هو رمز للدولة، وعرفنا كمان شعار اللي هو المحافظة دي رمز للمحافظة، واتكلمنا عن العيد القومي للمحافظة. وزي ما قلت لكم انا موضحة العيد القومي وشعار كل محافظة في فيديو خاص ده. اتمنى النهارده يكون درسنا فهمتوه كويس قوي، درس جميل وبسيط جدا. كده خلصنا الوحدة الاولى، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.